النقطة الثانية هي تدهور الطرقات، مسألة قديمة على مستوى ولاية باتنا، واللي سببها تدهور شبكات مختلف القنوات المياه صالحة للشرب، قنوات التطهير، قنوات الغاز، قنوات الألياف البصرية، وشبكة الكهرباء اللي كانوا مدمرين واللي كانوا يعني ضعاف واللي ما يمشي يأدوا الطلب. وبما أن الشبكات كانت مخدومة بطرق يعني قديمة، ولو ربما هنا مدير الموارد المائية يزيد يوضح أكثر، وين احنا سجلنا عملية باش نحو هذه الأخطاء اللي سببت في تدهور الطرق، واللي أيضا سببت في حتى التدهور الصحي. الشيء اللي خلانا نسجلوا العملية كي سجلوها لنا في القانون الجديد في 2030. احنا عاودنا تيريناها وخدمناها في 2024. خدمناها في 2024 يعني مجهود كبير وتحدي باش ما توليش نفتح الطرق في المستقبل وين لقينا لي فوس سيبتيك، ولقينا بعض القنوات مش مربوطة، ولقينا تهري كبير للشبكات، وأيضا ان دونجي انورم كبير خاص بشبكة الغاز اللي كانت مش قانونية، واللي تسبب في أي وقت لخطر الانفجار. بعد اللي تممنا في بعض الأحياء بمبالغ مالية ضخمة اللي أشرت إليها في التقرير، هذه المبالغ اللي خصصناها من أجل إعادة الاعتبار وتجديد هذه القنوات بالمعايير والمواصفات المعمول بها عالميا. وعلى هذا الأساس نقدروا من خلال ذلك نديروا إعادة الاعتبار. كاين بعض الطرق اللي أنا كي جيت خدموا التطهير في 2019 وبقات على غرار كموني، على غرار واسمها هذيك الحي اللي الشعبي، حي الشعبي هذاك دوار ديس وغيرها، اللي من بعد كملنا احنا القنوات بالمواصفات وردلنا إعادة الاعتبار. كاين بعض الطرق اللي يكون تدخل لقنوات المياه، تدخل لقنوات التطهير، تدخل لقنوات الغاز، تدخل لشبكات الكهرباء، الطريق أكل تولي يعني مهترئة محفرة. الشيء اللي يخلينا نعاودوها، وحنا درنا برنامج ماشي غير بلدية باتنا، في كل بلديات الولاية، وخصصنا مبالغ مالية لكل البلديات 61 من أجل إعادة الاعتبار للطرق والشبكات المختلفة. بعد اللي تهنينا على مستوى الولاية نتاعنا من الربط بالمياه، الكهرباء، الغاز، ووضعية التمدرس، وين كانوا المدارس تاعنا يعانوا من التدفئة، من الإطعام الساخن، يعانوا من النخل، يعانوا أيضا من اهتراء السقف. الشيء اللي خلانا سجلنا مبالغ مالية الحمد لله. اليوم راكم تشوفوا ما كاش مطالب خاصة بتزويد بالكهرباء، تزويد بالماء، تزويد بالغاز. وين لقينا احنا أزمة تاع مياه في جونفي 2023. اليوم الحمد لله هذه الأزمات وهذه يعني الشبكات الباطنية اللي تخلي المواطن يتطلب بها، اليوم الحمد لله ما بقاتش عندنا. بقى علينا أننا نرجعوا الطريق كما كانت، واللي شركة سونال غاز وشركة التطهير وشركة المياه ملزمة، وأن درنا خلية ولائية يترأسها الأمين العام للولاية فيها جميع المديرين المعنيين من أجل التكفل بإعادة الطرق إلى أصلها، ثم بعد ذلك نقوم بإعادة تزفيتها وإعادة البلاط والإنارة العمومية.